ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض ناخد درس جديد من دروس النحو النهارده، وهو اسلوب المدح والذم. تعالوا نشوف ازاي لما حاجه تعجبنا نمدحها، وازاي لما حاجه ما تعجبناش نستخدم معاها اسلوب ذم. تعالوا مع بعض نتعرف على الاساليب دي وازاي بنستخدمها في حياتنا. يلا بينا نشوف درسنا النهارده. تعالوا مع بعض بقى نعرف يعني ايه اسلوب مدح واسلوب ذم. اسلوب المدح ده اسلوب بنستخدمه لما نستحسن امر يستحق المدح او الثناء. يعني انا عايز امدح في حاجه بستخدم اسلوب المدح، ولو عايز اذم في حاجه بستخدم اسلوب الذم عند النفور من امر يستحق الذم او الهجاء. واسلوب المدح والذم ليه طريقتين. اول طريقه بستخدمها سواء كان لاسلوب المدح او الذم هو نعمه او بئس. نعمه للمدح وبئس للذم. او ممكن استخدم حبذا ولا حبذا. حبذا للمدح ولا حبذا للذم. تعالوا مع بعض نشوف بقى ازاي بنستخدم نعمة وبئس او حبذا ولا حبذا. واول نوع عندي لاسلوب المدح والذم هو باستخدام نعمة وبئس. واسلوب المدح والذم باستخدام نعمة وبئس بيتكون من 3 اركان. اول ركن فعل المدح او فعل الذم سواء بنعمة او بئس. تاني ركن الفاعل. ثالث ركن المخصوص بالمدح او المخصوص بالذم. والمخصوص بالذم او المدح ممكن يعرب مبتدأ مؤخر مرفوع او خبر لمبتدأ محذوف وبيكون برضه مرفوع. الفاعل بتاع نعمة وبئس ليه صور كتير. عندي 4 صور لفاعل نعمة وبئس. اول حاجة انه ممكن يكون معرف بال. تاني صورة لفاعل نعمة وبئس ممكن يكون معرف بالاضافة. ثالث صورة انه ممكن يكون ضمير مستتر. ورابع صورة ممكن يكون ما او من الموصولتان. الامثله اللي جايه هتوضح لي اكتر اسلوب المدح واسلوب الذم والفاعل بتاعه وصورته والمخصوص بالمدح والمخصوص بالذم. اول مثال نعم الخلق الصدق. لو بصيت على الجمله هلاقي ان ده اسلوب مدح والفعل بتاعه نعمه. بئس الخلق الكذب ده اسلوب ذم والفعل بتاعه بئس. الاسلوبين دول سواء كان مدح او ذم هلاقي ان الفعل هنا هي كلمه الخلق هو اللي بيجي بعد فعل المدح او فعل الذم على طول. صورة الفاعل هنا هو معرف بقلب. طب المخصوص بالمدح ايه؟ يعني ايه المخصوص بالمدح؟ هي الصفة اللي انا عايز امدحها. المخصوص بالذم هي الصفة اللي انا عايز اذمها. طب في الجملة الاولى المخصوص بالمدح هي كلمة الصدق، هي الصفة اللي انا عايز امدحها كلمة الصدق. طب في المثال الثاني الصفة اللي انا عايز اذمها هي كلمة الكذب. وقلنا المخصوص بالمدح او المخصوص بالذم يعرب مبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محذوف. المثال اللي بعده نعمة خلق الإنسان الصدق. ده أسلوب مدح والفعل بتاعه نعمة. بئس خلق الإنسان الكذب. ده أسلوب ذم والفعل بتاعه بئس. لو جيت بصيت على فاعل المدح أو فاعل الذم هلاقيها إن هي الكلمة اللي بعد فعل المدح أو الذم هي كلمة خلق. لو جيت بصيت على كلمة خلق هلاقيها مضافة وجاي بعدها مضاف إليه، يبقى صورة الفاعل هنا معرف بالإضافة. طب فين المخصوص بالمدح او المخصوص بالذم؟ هي الصفه اللي انا عايز امدحها او اذمها. في المثال الاول هي كلمه الصدق والمثال اللي بعده هي كلمه الكذب. الامثله اللي بعد كده نعمه الصدق ده اسلوب مدح والفعل بتاعه هي نعمه. المثال الثاني بئس الكذب ده اسلوب ذم والفعل بتاعه هو بئس. طب فين الفاعل؟ ما تجيش تقول لي الصدق اللي هو بعد الفعل على طول، لا، او الكذب اللي هو بعد فعل الذم على طول، هقول لك لا. هنا الفاعل ضمير مستتر وبقدره خلقا او هو نعمة خلقا الصدق او بئس خلقا الكذب. بس هنا كلمة خلقا او مش موجودة، يبقى على طول الفاعل عندي هو ضمير مستتر. طب مين المخصوص بالمدح؟ هتقول لي هو الصفة. صح، الصفة اللي أنا بمدحها هي كلمة الصدق أو الصفة اللي أنا بذمها هي كلمة الكذب. الأمثال اللي بعد كده نعمة ما تقول الصدق ده أسلوب مدح والفعل بتاعه هو نعمة. بئس ما تقول الكذب
والفعل بتاع أسلوب الذم ده هو بئس. فين الفاعل؟ فاعل المدح هو الاسم الموصول ما. يبقى أنا عندي ما الاسم الموصول ممكن على طول يكون هو فعل المدح، فاعل المدح، أو فاعل الذم. صورته اسم موصول لغير العاقل. طب فين المخصوص بالمدح او المخصوص بالذم؟ هي الصفه اللي انا عايز امدحها او اذمها هتبقى الصدق او الكذب. المثال اللي بعد كده: نعم من يفعل الخير ابوه. ده اسلوب مدح والفعل بتاعه هو نعمه. بئس من يزين الشر الشيطان. ده اسلوب ذم والفعل بتاعه هو بئس. الفاعل عندي هنا هو الاسم الموصول من. خلاص ده اسم موصول للعاقل. طب فين المخصوص بالمدح او المخصوص بالذم؟ في الجمله الاولانيه المخصوص بالمدح هو كلمه ابوه، ويعرب مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه، او خبر لمبتدا محذوف مرفوع علامه رفعه الواو برضه لانه من الاسماء الخمسه. في المثال الثاني اللي هو بئس من يزين الشر الشيطان، هلاقي ان المخصوص بالذم هنا هو الشيطان، ويعرب برضه يا اما مبتدا مؤخر يا اما خبر لمبتدا محذوف. بعد ما اتعرفت على اسلوب المدح والذم وايه افعال الذم وايه افعال المدح وايه الفاعل وصورها ومين هو المخصوص بالمدح والمخصوص بالذم، تعالوا نتعرف على اعراب اسلوب نعمه وبئس. عندي جمله بتقول نعم الصاحب الامين. لما اجي اعربها هعرب نعمه فعل ماض جامد مبني على الفتح. الصاحب فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، وهو ده فاعل المدح، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم. الأمين مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. وده إعراب أسلوب نعمة وبئس، سواء كان أسلوب مدح أو أسلوب ذم. عندي بعض الملاحظات المهمة في أسلوب المدح بنعمة أو أسلوب الذم ببئس. وأول حاجة، إذا كان الفعل مؤنث قد تلحق تاء التأنيث بالفعلين الجامدين نعمة أو بئس. يجوز أن يتقدم المخصوص بالمدح أو الذم على نعمة وبئس. بمعنى لما أجي أقول نعم الخلق الصدق، المخصوص بالمدح هنا عندي كلمة الصدق، ممكن يتقدم على فعل المدح اللي هو نعمة، فبقول الصدق نعم الخلق. أو ممكن أقول الكذب بئس الخلق، أصلها بئس الخلق الكذب، فالكذب هنا هتكون هي المخصوص بالذم. الجملة بعد ما أو من الموصولتين اللي هما بيبقوا فاعل المدح أو الذم لا محل لها من الإعراب، فبتصبح جملة صلة الموصول، ده اللي بيجي بعدها على طول المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. قد يحذف المخصوص بالمدح أو الذم إذا كان مفهوما من الكلام، زي لما أجي أقول نعم أجر العاملين، أصلها النعم أجر العاملين الجنة. أو لما أجي أقول بئس مثوى الظالمين، أصلها بئس مثوى الظالمين النار. إذا جاء بعد نعمة وبئس نكرة منصوبة بتعرب على طول تمييز ملحوظ، زي لما أجي أقول نعم عملا الإخلاص، كلمة عملا هنا تمييز ملحوظ. أو لما أجي أقول بئس عملا الخيانة، كلمة عملا في أسلوب الذم ده تمييز ملحوظ. تعالوا بقى نتعرف على أسلوب المدح والذم باستخدام حبذا ولا حبذا. وأسلوب المدح باستخدام حبذا أو الذم باستخدام لا حبذا بيتكون من 3 أركان: فعل المدح حبذا أو فعل الذم لا حبذا، والفاعل، والمخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. والمخصوص بالمدح أو الذم ليه إعراب واحد، مبتدأ مؤخر مرفوع، ملوش إعراب تاني. زي لما أجي أقول حبذا الاهتمام، حبة هنا ده فعل ماضي جامد، وده الفاعل، والاهتمام هو المخصوص بالمدح. تعالوا نتعرف أكتر على أسلوب المدح والذم باستخدام حبذا أو لا حبذا. من خلال الأمثلة اللي جاية هنتعرف على صورة الفاعل بتاع حبذا أو لا حبذا، وإزاي نستخرجه، وإزاي نطلع المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. المثال الأول بيقول لي حبذا الصدق.
ده اسلوب مدح والفعل هنا حبة. المثال الثاني لا حبذا الكذب. ده اسلوب ذم والفعل هنا لا حبذا. حبذا او لا حبذا دول كلمتين مش كلمة واحدة. حبة او لا حبة دي افعال ماضية جامدة، والفعل هنا هو ذا، وصورة الفعل هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم هو الصفة اللي بتيجي بعد حبذا أو لا حبذا. في المثال الأول حبذا الصدق، فيكون المخصوص بالمدح هو الصفة اللي أنا عايز أمدحها فهي كلمة الصدق. المثال الثاني أسلوب ذم لا حبذا الكذب، يبقى المخصوص بالذم هنا كلمة الكذب. تعالوا بقى نشوف إعراب أسلوب المدح بحبذا أو أسلوب الذم بلا حبذا. عندي جملة بتقول حبذا الحرية. لما اجي اعرف جملة زي دي هقول حبة فعل ماض جامد مبني على الفتح، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم، والمخصوص بالمدح اللي هي كلمة الحرية ده بيعرب مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة. ده إعراب أسلوب حبذا ولا حبذا. عندي حاجة مهمة كده لازم اخد بالي منها، ان المخصوص بالمدح لا يجوز ان يتقدم على حبذا او لا حبذا. يعني المخصوص بالمدح او المخصوص بالذم لا يتقدم على فعل المدح او فعل الذم. وبكده نكون خلصنا اسلوب حبذا ولا حبذا. بعد ما عرفنا اسلوب المدح والذم بنعمة وبئس وحبذا ولا حبذا، تعالوا نجمع مع بعض اللي احنا خدناه في القاعدة بتاعتنا. يتكون اسلوب المدح والذم باستخدام نعمة أو بئس من 3 أركان. أول ركن فعل المدح والذم نعمة أو بئس، ودول أفعال ماضية جامدة. تاني ركن الفاعل، وده ليه الصور ممكن يكون معرف بال أو مضاف إلى معرفة أو ضمير مستتر أو اسم موصول ما لغير العاقل ومن للعاقل. وتالت ركن هو المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم، وده ليه إعرابين، ممكن يعرب مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف. أما أسلوب المدح والذم باستخدام حبذا ولا حبذا بيتكون من 3 أركان. أول ركن هو فعل المدح حبذا أو فعل الذم لا حبذا، ودي أفعال ماضية جامدة. تاني ركن هو الفاعل وهو اسم الإشارة ذا، وبيكون اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل. وتالت ركن هو المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم، وده بيعرب مبتدأ مؤخر وجوبا. وبكده نكون خلصنا أسلوب المدح وأسلوب الذم باستخدام نعمة أو بئس أو باستخدام حبذا أو لا حبذا. إن شاء الله أشوفكم مرة تانية في فيديو جديد، ويا رب نكون استفدنا.